إذا رأيت الرجل يحبه كل الناس على اختلاف عقائدهم واتجاهاتهم فاعلم فإنه مداهن. يعني استفسار. نعم في هذا فيما يتعلق بهجر المبتدع شيخ. تفضل. يعني يظهر من ما سمعت أنكم تراعون مصلحة المبتدع نفسه. نعم. ولا تنكرون أصل الهجر. لا أنكر أصل هذا واجب. نعم. كيف الهجر؟ أيوة. هذا فشيخنا ما تلاحظ راعينا في القول بعدم الجواز في هجر المبتدع، راعينا فيها مصلحته هو هذا المبتدع، ويعني ما راعينا مصلحة العامة الذين قد يضلوا باتصال هذا العالم السلفي أو الإمام أو كذا بهذا المبتدع ومخالطته، فيتأثرون ويظنون بأنه ليس على بدعة فيضلون تأثرا. ثم أمر آخر، خلي الأمر الآخر لننظر في الأمر الأول. هذه المسائل الحقيقة يا أخي من حيث تطبيق العملي تحتاج إلى علم دقيق وتطبيق عملي دقيق. الآن أنت ضربت مثلا بالعالم الذي يخالط المبتدئ فيراه العامة فيظنون بهذا المبتدئ خيرا. هل أنت تصورت أن هذا العالم مداهن؟ لا. طيب إذن إن تصورت خلاف ذلك كما أرجو، أستطيع أن أقول تصورت إنه ينكر عليه بدعته، إنه ينصحه، إنه يعظه. فإن كان كذلك فمن أين يأتي الخطر على عامة الناس وهم يسمعونه ينصحه ويذكره وهو إلى آخره؟ نعم. فإذا